ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد النهارده هنعمل فيه مع بعض الكريب الجامد اللي انتوا شايفينه ده. هنعمله مع بعض بطريقه سهله واقتصاديه، مش هتكلفك حاجه خالص بالمقارنه طبعا بالاسعار بتاعت بره. والنتيجه بقى مش عايزه اقول لكم زي ما انتوا شايفين كده، ولو كان ينفع ان انا ادوقكم طعمه عامل ازاي بجد والله العظيم كنت دوقتكم. صدقوني هتجربوه ان شاء الله، ان شاء الله مش هتندموا، بالعكس انتوا تقدروا تعملوه على طول. طبعا انتوا عارفين ان الولاد كمان بيحبوا الاكل السريع اللي من بره وكده. والاسعار بره بقت عالية جدا، فاحنا بقى ان شاء الله هنعمله بقى بطريقة سهلة وبطريقة اقتصادية جدا، وهتعجبك جدا وهتعجب ولادك. يلا بينا بقى نخش نشوف الكريب الاقتصادي الجميل اللي احنا عاملينه ده عملناه ازاي مع بعض. اول حاجه كده انا عندي دقيق، استخدمت 3 كوبايات من الدقيق. انا عيرتهم بالكوب المعياري ده. طبعا انتي ممكن تستخدمي الكوب بتاع الشاي او الشوب ايا كان يعني. المهم ان احنا هناخد 3 كوبايات من الدقيق. تمام. الكوب بقى اللي انا عيرت بيه الدقيق هعمل بيه، هعاير بيه بقيه المكونات بتاعتي. وهنعمل كمان ان شاء الله النهارده الكريب مع بعض في الخلاط. اظن مفيش بيت ما فيهوش خلاط. بس هجيب بقى الخلاط كده وهحط كده فيه 3 كوبايات من المية، بنفس الكوباية اللي انا عيرت بيها الدقيق زي ما انا قلت لكم. وحطيت المية كده في الاول عشان تسهل عليا ايه الخلاط، يعني انه يشتغل معايا ويلف وكده والدقيق ما يتراكمش تحت يعني. بس بعد بقى ما حطيت كده المية هبتدي بقى انزل بالثلاث كوبايات من الدقيق كده. وبعدين هبتدي بقى ان انا اشغل عليهم الخلاط واضربهم كده كويس مع بعض. بعد بقى لما ضربت كده الدقيق مع المية كويس جدا، هبتدي بقى دلوقتي ان انا انزل عليهم بمعلقة كبيرة كده من الزبدة بس تكون سايحة. وهي دي بس المعلقة اللي انا هحتاجها من الزبدة. بعد كده هبتدي بقى ان انا انزل عليها بمعلقة كبيرة برضو من الزيت. ومعلقة الزيت دي هتخليه يديني كده القرمشة كده البسيطة اللي بتبقى في الكريب دي بتديني نتيجة حلوة قوي معلقة الزيت. وهنزل كمان بمعلقة كبيرة من الخل. وبعدين هبتدي بقى ان انا اضيف دلوقتي الملح. طبعا عشان ده كريب حادق فانا حطيت له يعني الملح. وبعدين هضيف نص معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم او البيكربوناتو يعني. وبس كده، دي كل مقادير الكريب بتاعنا النهاردة. اظن كلها مقادير سهلة وبسيطة واقتصادية زي ما انتم شايفين. ولا استخدمنا بقى بيض ولا استخدمنا لبن ولا اي حاجة خالص. هي الحاجة الوحيدة اللي احنا حطيناها المعلقة الزبدة السايحة الكبيرة اللي احنا حطيناها، بس مش اكتر من كده. بعد بقى ما حطيت كل المكونات دي هبتدي بقى ان انا اديهم ضربة كويسة كده في الخلاط وامزجهم كده كويس. وبعدين بقى هنشوف هنعمل فيهم ايه. بعد بقى لما ضربتهم كده كويس جدا مع بعض، هبتدي بقى ان انا انزل فيهم بيهم كده في البولة بتاعتي. بصوا بقى شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ بجد تحفة، تحفة جدا. لو انتوا مش واثقين ان الخليط اتضرب كويس تقدروا ان انتوا تصفوه بالمصفى. دلوقتي بقى انا جبت كده الطاسة بتاعتي، المقاس طبعا اللي انا عايزاه. وهبتدي بقى ان انا اسخنها على النار كويس جدا. وهبتدي كده ان انا اديها رشة كده من الزيت بسيطة جدا في الاول بس كده. واول لما الطاسه بتاعتي تسخن هبتدي بقى ان انا انزل بخليط الكريب بتاعي كده زي ما انتم شايفين. وابتدي بقى ان انا اوزعه كويس جدا بقى في الطاسه، اهو بالطريقه كده اللي انتم شايفينها كده. ده شكله بقى بعد لما وزعته. هبتدي بقى دلوقتي ان انا استنى لحد لما الكريب بتاعي يتشمع ويبتدي كده يفك عندي من الجوانب بتاعه الطاسه. واحس ان الكريب بتاعي اتشمع ما بقاش فيه حاجه سايله. تمام كده. انا طبعا في الوقت ده انا ما بديش الكريب بتاعي اي لون. لاني كده كده لما هبتدي بقى ان انا احط فيه الحشو كده وارجعه تاني على الجريل او على الطاسه، هبتدي بقى ان انا ساعتها ان انا احمص الكريب بتاعي واديله بقى اللون ساعتها. تمام كده. يبقى الهدف كده ان انا بس اعمل الفطاير الكريب بتاعتي من غير ما اديها اي وش ولا اي لون خالص. او زي ما انتم شايفين كده بعد لما تشمع كده معايا رحت انا قلباه اهو بكل سهوله. فك من الطاسه بتاعتي وما فيش اي حاجه خالص، ما فيهوش اي مشاكل وما لزقش مني ولا اي حاجه. بس بعد بقى لما بيبتدي بقى ان هو يستوي معايا كده، ببتدي بقى ان انا انزل بيه كده في الصينيه بتاعتي واغطيه علشان خاطر بس ايه ما ينشفش معايا. وبكرر برضو نفس الموضوع، هعمل معاكم كمان واحده علشان خاطر برضو تشوفوا الطريقه بتاعته.
بصوا برضو بستنى لما اشوف ان الطاسه بتاعتي سخنه وكده، واشوف لو محتاجه ان انا اديها رشه من الزيت كمان هديها، لو مش محتاجه يعني تمام خلاص عادي هنزل بالكريبايه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، باخد كده من الخليط واوزع كده كويس جدا في الطاسه زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى شفتوا السائل اللي هو بتاع خليط الكريب اللي فوق ده. بصوا بقى دلوقتي اول لما يبتدي ان الكريب بتاعي يتشمع، بصوا هتلاقوه ابتدى يختفي خالص، وابتدى بقى ان هو يتشمع وما يبقاش موجود كده، ان الكريب بتاعي بيكون استوى اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا بيختفي خالص، اول برضو ما احس ان هو اتشمع معايا كده وتمام وفك كده من الطاسه بتاعتي، هبتدي بقى برضو ان انا اقلبه على الوش التاني اهو. بصوا بالشكل ده كده اهو، انا مش عايزه افصل الكاميرا عشان تشوفوا شكله يعني. شفتوا هو فاكك من الجناب ومش مش لازق في الطاسه بتاعتي خالص. اول بقى ما احس ان هو تمام اتشمع كده معايا وهقدر ان انا اقلبها بقى بكل سهوله، بصوا اهو زي ما انتم شايفين اهو بتتقلب معايا سهل جدا. برضو بعد لما تاخد بقى برضو التشميعة بتاعتها على الوش التاني، هبتدي برضو ان انا انزل برضو بيها في الصينية، وابتدي ان انا اغطيها وبس. هكمل بقى باقي المقدار بتاع خليط الكريب، وبعد كده نشوف شكله بقى النهائي. وده بقى شكل الكريب بعد لما خلصت المعيار اللي معايا كله. بصوا بقى، بصوا مش لازق في بعضه خالص وطري جدا، وبصوا سهل ان هو يتشكل. طبعا تقدري تحشيه الحشوه اللي انت عايزاها. الكريب اللي انا كنت عاملاه في اول الفيديو ده انا كنت حاشيه بناجتس برضو انا عاملاها في البيت، كان فيديو برضو انا كنت منزله طريقه الناجتس على القناه هنا، ممكن اسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في اول تعليق مثبت علشان برضو اللي ما شافش الفيديو يشوفه. ودي بقى كانت طريقة الكريب التحفة الاقتصادية جدا. يا رب تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا من الفيديو لو بشيء بسيط، وتجربوا الطريقة، ولو عجبتكم تكتبولي في الكومنتات، وما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة لأول مرة تشوفيني.